السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. من زمان قوي ما عملتش معاكم روتينات. طبعا ما رجعت من العمرة حبيت ان طبعا انا قلت اقلب اقلب كأن المطبخ زي ما انتم شايفين كده، مطبخ مكركب كركبة. حبيت افتح بقى الكاميرا والمطبخ مكركب عشان ايه؟ اوريكم بقى الروتينات بقى اللي على حق. طبعا يلا نتشجع كده مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. بصوا يعني هو خد مني وقت حوالي بالظبط ساعتين، بس انا كمان يعني كمان مقصره في الفيديو ومنتجاه انتوا عارفينه بقى ومسرعه فيه. يعني لو سبته ببطء هتشوفوا اكتر من كده كمان، بس انا قعد معايا بالظبط ساعتين ساعتين يعني بصوا قلبت كده. مش عارفين انتوا ترويقه العيد، الترويقه اللي هي بتبقى الجامده دي، انا عملتها. حسيت ان انا النهارده استريحت جدا، حسيت براحه نفسيه اول ما عملت روتين للمطبخ. المطبخ هو يعتبر شقتك، هو مملكتك، هو كل حاجه. المطبخ نضف تحسي ان الدنيا كلها نظيفه، تحسي ان انتي بصي قاعده في راحه، حاسه ان انتي منسجمه جدا. بصي مش شرط ان انتي تكركبيه او تنكتيه زي ما انا نكدته، مجرد ان انتي بتغسلي بس شويه مواعين، تصبيني بوتاجاز، تحسي ان بالراحه نفسيه. يعني مين متفق معايا في الحكايه دي؟ بجد خلينا متفقين ان المطبخ هو اساس البيت، هو كل حاجه. مطبخ نضف كل حاجه نضفت. طبعا مسكت اول حاجه كده الكوبايات كده بقى ايه، لميتها وقلت بقى ايه اصبنها، ومسكت الطبق بقى قلت اصفي فيه كده. ما رضيتش اجيب الصفايه بتاعه الطباق، قلت بقى ايه اصفي في الطبق كده الكوبايات كده، وفوق منها بقى المواعين خدتها بالتدريج كده. زي ما انتوا عارفين ان انا بمسك مثلا الكوبايات، بعدها الطباق، بعدها بقى الحلل، زي ما كلنا كل الستات بتعمل بنفس اللي انا بعمله ده. بس النهارده بقى الروتين في حاجه كده ايه يعني، تحفيز كده. احنا داخلين على الشتاء ولازم بقى ايه نغير التغييرات الشتويه، لازم ننظف التنظيفه الشتويه الجامده. تنظيفه طبعا كل يوم البيت، مفيش يوم ما بيعديش ما بنروقش، مفيش يوم ما بيعديش يعني كل ستات البيوت في قلب في قلب المطبخ. مفيش يوم بيعدي علينا كده واحنا حاسين، يعني ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها. ان ده كرم من ربنا ان احنا نوقف نعمل لاولادنا اكل ونشوف طلباتهم ويكون مواعين ونغسل مواعين، مع اننا ستات البيوت بتتعب جدا 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 وبتحس يعني بصوا بارهاق جامد. بس كله يعني فدا عيالنا، كله فدا ضحكه بس منهم. ربنا يخليهم يا رب. طبعا انا مسكت بقى كميه المواعين زي ما انتم شايفين، حتى الالمونيا مسكتها دعكتها دعكه ايه. انا قايمه النهارده قلت النهارده عليا وعلى اعدادي لازم انكت نكته. إيه يعني ايه؟ اتنشط تنشيطه جامده. وزي ما انا بقى اتنشطت، انتوا برضو تتنشطوا وتتحفزوا كده وتبقوا زي كده، ويبقى روتين جامد كده، روتين تحفيزي للكل. طبعا بصوا شايفين الطاسه حتى اللي بقلي فيها، يعني مجرد ان انا اقلي مره والتانيه واروح ماسكاها دعكاها دعكه حلوه، بحيث ان الزيت ما يلزقش فيها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مسرعه الفيديو لان انا لو سبته هيبقى طويل جدا وهتزهقوا وهتملوا من من الفرجه. شجعوني بقى باللايك وبالشير، اللي مش مشترك معايا يشترك، وكومنتاتكم الجميله الجامده دي. طبعا اتاخرت، الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح، بس صراحه يعني ايه على ما منتجته كده بياخد وقت معايا، فقلت بقى انزله النهارده. طبعا اتمنى ان فيديوهاتي وروتيناتي تكون عاجباكم. من زمان قوي بقالي مده كام شهر ما عملتش معاكم الروتين الجامد ده، مع ان انا على طول ايدي في المطبخ. بس انا بقى لما رجعت من العمره قلت لازم امسك المطبخ ده انكته، وشقتي كلها لازم انكتها نكته جامده. ربنا يخلي اللي كانوا بيعملوا يا رب ويكرمهم يا رب في ولادهم. محدش الصراحه سابنا ولا ساب ولادنا، بس يعني انتوا عارفين بقى انا يعني برضو قلت لازم برضو التاتش بتاعي. طبعا بصوا شايفين طاسه الآلية عامله ازاي. دي بقى اللي فيها بقى سمك، وبقى اللي فيها بطاطس، وبقى اللي فيها كل حاجه. طبعا عشان ايدي فيها مفيش زيت بيزيت ولا بيحروق ولا الكلام ده. طبعا هنا بقى قلت بقى امسك الازايز بملاها بقى من الفلتر، وقلت هنا بقى ايه امسك بقى بعد ما غسلت المواعين اخش بقى على البوتاجاز اللي مش باين له ملامح. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا ده بالنسبه لي انا كارثه، يعني بوتاجاز كده بالنسبه لي انا كارثه. يعني مش قادره اقول لكم، نايمه احلم في المطبخ وفي البوتاجاز وفي كده. طبعا مسكت، ربنا ما يحرم حد من صحته ابدا، ولا يحرم حد من بيته. طبعا مسكت هنا بقى البوتاجاز، قلت بقى كده لميت كل اللي عليه الاول، البقايا اللي وقع عليه، ومسكته بقى بالسلك كده والصابون بقى والسلك والبريل.
عشان ايه انضفه واخلي الاستانلس بتاعه يكون بينطق اهو. بصوا تصبينه جامده يعني. انا بفصل كمان الكاميرا اديته حقه بما يرضي الله يعني. وشلت بقى العيون وقلت اصبنها والحوامل بحيث ان ايه اي زيوت عليه. بصوا بقى منظره عامل ازاي بقى فله. ومسكت الباب برضو والفرن من جوه وكله. مسكت بقى دلوقتي العيون وهمسك الحوامل طبعا. ايه رايكم بقى في فيديو النهارده؟ انا حبيت بقى ان انا ابعد بقى عن الطبخ كده النهارده وابعد عن اي فيديو زي ما بنزل لكم على طول. قلت بقى اعمل بقى روتينات بتاعت زمان كده. شجعوني بقى باللايكات الحلوه، لايكاتكم الحلوه دي، كومنتاتكم اللي انتوا بتبعتوها لي. طبعا هنا صبنت العيون ونشفتها. قلت بقى احطها على البوتاجاز. طبعا لسه الفيديو معايا طويل، لسه هتشوفوا بقى التحفيزات والتنشيطات بقى الجامده بجد. تحفيزات يعني انا هشجعك النهارده. انا عارفه ان انا هشجعك هخليكي تقومي وتشجعي كده. طبعا بصي هنا بقى قلت ارص بقى المواعين الاول. طبعا كنت شايفين في الاول في اول الفيديو كده كان في مواعين برده مغسوله كده. قلت برده ارصها. دخلت بقى بعد ما رصيتهم كده دخلت بقى على الايه على الدراج بتاعت المعالق والشوك والسكاكين وكده. قلت برده اصبنها كده امشي فيها السلكه برده بالبريل اهي. بصوا على طول كده ايدك. بصي يعني هتقفي تغسلي مواعين ايدك هتجيب البوتاجاز هتجيب المطبخ من جوه هتجيب كل حاجه. ربنا يدينا الصحه يا رب وما يحرم حد من صحته ابدا. مسكت برضو الحامل اللي بحط فيه المعالق وكده برضو صبنته ورصيت بقى المعالق زي ما انتم شايفين. طبعا الدراج اللي تحت دي كلها طبعا مش هخلي الفيديو شغال لان هتزهقوا لو انا سبت الفيديو شغال وانا بروق درج. طبعا انا بوريكم حاجه بس بسيطه من اللي انا بعمله. طبعا مسكت هنا بقى الرخامه. طبعا بصوا انتوا شايفين الصواني والحاجه اللي ورا دي طبعا زقتها برضو ومسحت. بصوا انتوا شايفين جنب جنب كده ازق وامسح. والحاجه مثلا ان هي ما يجيش مش هيجي عليها ميه بلمعها برضو بالقماشه المبلوله ميه بحيث ان كل حاجه تبقى نظيفه. طبعا انا خرجت من المطبخ وانا المطبخ بصوا فله كده بجد والله. حسيت براحه نفسيه جدا. انا كنت كل يوم اخش اغسل مواعين واطلع حاسه ان انا شايله هم، حاسه ان انا بروق كده من فوق الوش. لازم اللي يا جماعه روتينات المطبخ الكركبه القلبه الجامده دي مش في العيد بس ولا ما يكون يعني عندك حاجه. لازم كل فتره كده تعملي القلبه الجامده دي. هتحسي براحه نفسيه، هتحسي ان انت مستريحه، هتحسي ان انت يعني حاجه يعني تقيله كده تشيلك من على هم كده تشيل. بجد بحس ان انا يعني مستريحه جدا اول ما بنكت المطبخ النكته الجامده دي. طبعا مسكت بقى الظرف بتاعه المطبخ كلها صبنتها. بصوا بقت بتلمع ازاي برضو بالبريل والسلك بس ما بتكاش جامد عشان الالمونتال على العايم كده. طبعا هو بيبقى بقايا زيت بسيط جدا برضو. وهنا بصوا مسكت برضو الحوض والسيراميك برضو اللي حوالين الحوض والفلتر بقى والحنفيات وكله بالسلك والبريل كده. طبعا مسرعه الفيديو عشان ايه بس برضو سيبته عشان خاطر انتوا تشوفوا اهو. طبعا انا ده كله انا بصبن اللي فوق او بنضف اللي حوالين الحوض واللي حوالين الرخامه وكده. طبعا لسه بقى اوريكم بقى ايه كميه الزيوت اللي كانت عندي. طبعا انا ما عنديش اي منظف او قاهر للدهون فالنهارده استخدمت كله بايدي صراحه. بس انا قلت ايه يعني ان انا اعمل كده احسن ما تسيب الحاجه يتكون زيوت على بعضيها يتكون بقايا زيوت يتكون اي حاجه على بعضيها يتكون وساخه لا مؤاخذه يعني. فانا بقى مسكت بقى ايه قلت كده ايه نص العمى زي ما بيقولوا ولا العمى كله. انا حسيت ان انا كده ايه ارتحت نفسيا شويه. طبعا هنا بصوا البوتاجاز بقى لما صبنته نزلت بقى اللي عليه الغطا بتاعه الباب وهزقه بقى خالص عشان اوريكم. بصوا شايفين الكارثه الكاميرا كمان مش ظاهره. طبعا المكان ما انا حطيت المقشه كده ولفيت عليها حته كده وطلعت فوق عشان هنا في كهرباء ما ينفعش ان انا ادلق ميه او ادلق حاجه عشان الكهرباء لازم اعمل العمله دي. طبعا هنا الزيوت كميه زيوت طالعه من البوتاجاز على فوق. بصوا انا مش عندي مدخنه ولا عندي اي حاجه بس الزيوت بقى ما بشغلش الا شفاط بس. الزيوت كلها بتترص على الشباك ده وعلى اللي فوق الشباك الحته السيراميك اللي فوق الشباك دي. طبعا دي كانت صفرة جدا. الكاميرا كمان مش ظاهراه. طبعا شايفين السلك ده ان شاء الله هغيره ان شاء الله قبل ما الشتاء يدخل
انا بصوا بقالي من يوم ما ركبت بقاله كام سنه من يوم ما ركبت السلك ده على الشباك، وانا ما شلتوش ولا غيرته، مع انه فوق البوتاجاز المفروض ان هو يتشال كل فتره لان الزيوت بتكوم عليه. بمسكه اصبينه كده بالبريل وبالسلك وبينضف بصراحه وبيبقى زي الفل. بس انا ان شاء الله هغيره عشان يدي هوا قوي للمطبخ، لان برضو بيبقى عليه زيت برضو، رغم ان انا بغسله جامد وبنضفه زي ما انتوا شفتوا، بس برضو ما بيدخلش هوا قوي. لازم اغيره كل فتره لان انا ما عنديش منفذ خالص اللي هو الشباك ده، والشفاط هو اللي بيطلع لي. طبعا بصوا هنا بقى مطرح البوتاجاز طبعا بينزل زيوت غصب عن اي حد، مطرح اكل مطرح اي حاجه. طبعا ما استكفتش بالمقشه، مسكت السلكه كده بالبريل برضو وبايدي نضفت الارض، خليت الارض زي ما انتم شايفين كده. طبعا والسيراميك برضو اللي تحت الشباك كله، الجناب بتاعه المطبخ من اليمه دي بصوا بقت زي الفل. المقشه ما كانتش جايبه الزيوت، مش كانت راضيه تطلع، فبالسلكه تكيت تكه كده بصوا شايفين. يعني انتوا شايفين المنظر الاول وشايفين دلوقتي. طبعا رجعت البوتاجاز مكانه هنا خلاص بقى، ما عادش فاضل الا الارضيه بتاعه المطبخ. دلقت بقى دريل ودلقت كلور على خلطه، وقلت بقى بالمقشه كده ادعك كده بحيث ان انا المع تلميعه جامده. المقشه هي اللي هتنضف جامد، مقشه خشنه. واهو طبعا هنا همسح بقى كده خلاص. طبعا قولوا لي رايكم في الروتين بتاع النهارده. الروتين بتاع النهارده جامد جامد جامد. اتمنى بصوا شوفوا المطبخ بقى عامل ازاي بجد. قولوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تشجعوني وتتشجعوا وتعملوا زي ما انا عملت. وكده الفيديو بتاعي انتهى، والروتين بتاع النهارده روتين تشجيع الستات كلها اللي زي العسل اللي بتتفرج عليا واللي متابعيني. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك وبالشير، وتتابعوني على كل اللي انا بنزل على الفيس وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب. طبعا بكومنتاتكم الجامده دي اللي بتشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.